السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح الفل عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم أميرة من قناة مطبخ أميرة القصر، وجايه لكم النهارده بيوم جديد وفيديو جديد. هنعمل مع بعض النهارده حاجة كده، يعني أنا كنت باعمله بصراحة وأنا متضررة. جوزي بقى يعني بالصلاة على النبي كده جاب لي بوري، كان رايح يجيب سمك يعني، فجاب لي سمك شبار، وقام لاقي البوري ده وقام جايبه لي وقال لي حد ايه. طبعا البوري صغير جدا، ما ينفعش للتحديق خالص. قلت له لا، ده حجمه صغير قوي، مش هينفع يتحدق. قال لي لا، انا عايز اكله متحدق. طب بس حدقيه يعني زيه زي السردين وكده. تمام، قُلت له: "خلاص ماشي." بس أنا عارفة إن هو مش هيبقى حلو في التحديق، لإن طبعًا البوري اللي بيتحدّق لازم يكون حجمه كبير، بحيث إن البورية يبقى فيها لحم كده، إنما ده حاسة إن هو هيبقى ناشف. المهم هو ما كانش عاجبني خالص من المبدأ، بس طبعًا عشان أريّحه وكده قُلت له: "خلاص ماشي، أنا هاحدّقه." وقُلت هاحدّقه معاكم كده. فجِبت كده البوري، هو كان جايب لي حوالي 3 كيلو أو 3 كيلو ونُص. كان حجمه صغير زي ما أنتم شايفين كده، بس طبعًا هو كان جايبه لي صابح. المهم مسكته غسلته كُلّه كويس جدًا، تحت الحنفية كده بالمَيّة العادية خالص، من غير مَيّة سخنة ومن غير أي حاجة. هو المفروض أصلًا الفسيخ في الشتا لازم تغسليه بمَيّة تكون فاترة، مَيّة تكون دافية شوية. بس خلاص أنا غسلته بقى بمَيّة من الحنفية كده وخلاص، وقُلت هو كده صغير، مش هياخد وقت في التخليل. خلاص غسلته كويس جدًا واتأكدت إن الفسيخ بتاعي ما عادش فيه أي مَيّة والنخشوش بتاعه بقى نضيف. مسكت عندي كده أي حاجة عندِك، فوطة، أي حاجة تكون قطن بالشكل ده، وفردتها على الصينية وبدأت إن أنا أرُص عليها البوري بالشكل ده كده. وبعد كده غطّيته وسِبته في قلب فرن البوتاجاز. يعني هو جاب لي البوري الصبح وأنا حدّقته بالليل، سِبته في الفرن البوتاجاز حوالي مثلًا 12 ساعة كده، لمّا نشف خالص، ما عادش فيه أي مَيّة. وبعدين البوري كان لسه جاي طازة، ما ينفعش إن أنا يبقى هو لسه جاي طازة ويتحدّق على طول. بعد كده بدأت خلاص، جيت بالليل بقى بدأت حطيت كده حوالي 4 معالق كده من الملح، اللي هو الملح الخشن. لو عندِك ملح رشيد اللي هو الخشن أوي ممكن تستعمليه، بيبقى حلو جدًا. بس اللي كان عندي اللي هو الملح العادي بقى، هو جايبه لي على غفلة كده وخلاص، قُلت هاعمل بملح عادي وخلاص. حطيت عليهم حوالي معلقة كبيرة من الشطة، وحطيت عليهم حوالي معلقتين من الكركم. الكركم هنا دوره بس الوحيد إن هو يدّي لون حلو للفسيخ بتاعي. والشطة عشان يدّيها يعني سِنّة spicy شوية. لو حابة تستغني عن ده وعن ده، حُطّي ملح بس مش أكتر من كده. أنا باجيب بقى البوري بتاعي، بابدأ إن أنا أضغط على البورية من الديل بتاعها بالشكل ده كده، لإن الديل ده يعني يعتبر هو آخر حاجة بتستوي في البورية. فلازم إن أنا أضغط عليها كده. البوري أول ما بيبدأ يستوي، بيستوي من الدماغ الأول، بعد كده جسمه بيفضل يستوي بقى كُلّه لحد الديل، حتى تلاقي دايمًا الديل هو جامد شوية. فبنضغط على الديل بالشكل ده كده، بحيث إن هو تساعد في عملية السِوَى. أنا هنا مش هاحُط في النخشوش أو هاحُط في الراس بتاعة البورية. البوري بتاعي طبعًا صغير، فمش هاحُط فيه من الملح بتاعي. أنا هاحُط بس كده، باجيب كيس أي كيس تلاجة عندِك أو أي كيس بالشكل ده كده، باحُط شوية من الملح على الشطة على الكركم في أرضية الكيس. وبعد كده بابدأ أرُص البوري بتاعي عكس عكيس. يعني مثلًا لو حطيت 5 بالطول، باحط 5 بالعرض. بالشكل كده، يعني لو الراس بتاعتها اللي فوق الجهادي، اللي فوق منها تبقى الراس عكسها. وبارُش فوق كل 5 بوريات شوية كده من الملح على الكركم على الشطة. بالشكل ده كده. أهم حاجة الخطوة بتاعة إن أنا أضغط على ديل البورية من ورا دي، الخطوة دي مهمة جدًا، بتساعد إن البوري بتاعي يستوي بسرعة، وتبقى البورية بتاعتي أو الفسيخاية بتاعتي كلّها سِوَى واحد، ما يبقاش جزء منها استوى وجزء منها ما استواش. تمام، ما باحطش في الدماغ خالص. إحنا اتفقنا لإن البوري بتاعي صغير، يعني لو حطيته في الدماغ هيحدق منِّك أوي وهينشف معاكِ، وأنا مش عايزة كده. أنا عايزة آكل بوري كده، بوري الشتا اللي هو فسيخ الشتا الزبدة اللي كلنا بنحبه طبعًا وبنشتاق له جدًا في الشتا. خلاص باعمل كل الكمية. هو كان ما شاء الله كان جايب لي حوالي 3 كيلو ونُص، وكان منه صغير، كنت حاسة إن هو كتير أوي. فبدأت كده إن أنا أحط عكس عكيس، يعني لو ال5 اللي راسهم الجهادي، ال5 التانيين راسهم عكسهم بالشكل ده كده. وبارُش بس بالمعلقة كده فوق منه، مش أكتر من كده. تمام، خلاص أنا جِبت معايا ده الكيس اللي أنا حطيت فيه وحدّقت فيه. هابدأ بقى إن أنا أقفله كويس جدًا.
خطوة مهمة جدًا في إن أنتِ تغلّفيه، لازم تحوشي أي هوا فيه، يعني أنا دلوقتي هاحاول أتخلّص بقدر الإمكان من أي هوا في قلب الكيس، بحيث إن أنا أتأكد إن الفسيخ بتاعي مش هيدخله أي بكتيريا أو أي هوا، لإن طبعًا الهوا هو اللي بيبوّظ لِك الحاجة. ده طبعًا أول كيس البوري عشان تحفظيه كويس جدًا ويطلع معاكِ ممتاز وتحافظي عليه، لازم تحطيه في أكتر من 10 أكياس. لو عندِك الstretch wrap لفّيه كويس جدًا بالstretch wrap. أهم حاجة إن أنتِ تتخلّصي من أي هوا، تمام. هابدأ بقى كيس في كيس في كيس كده، يعني مش عايزة أقول لكم إن أنا حطيت حوالي 5 أو لأ، حطيت حوالي 10 أكياس اللي هي الشنطة. دي أكياس بيضة عادية جدًا أهيّة. بابدأ بقى إن أنا أحُط الكيس، يعني أنا ربطت مثلًا الرابطة من فوق، باقلبها باخلّي الرابطة التانية عكسها، يعني باقوم قالبة الكيس على وش الرابطة، بحيث إن هو ده يبقى عكس ده. لإن طبعًا البوري بتاعنا لمّا بيستوي لسه بينزّل مَيّة، وأنا عايزة أربطه كويس جدًا بحيث إن هو ما ينزّلش مَيّة أو ما يسُرّش المَيّة بتاعته، عايزاه المَيّة بتاعته يتخلِّل فيها. بالشكل ده كده بقى حطيت حوالي 10 أكياس، يعني كل ما بتحطّي أكياس أكتر، كل أمّا بتحافظي عليه من إن هو ما يدخلّوش أي تهوية، بالشكل ده كده. وهابدأ أجيب بقى معايا لو عندِك علبة تلاجة أو عندِك مثلًا أيوه علبة تلاجة أو جردل أو أي حاجة حسب اللي عندِك. أنا طبعًا كانت عندي الكمية كبيرة، فما كانش عندي علبة تلاجة تاخد الحجم ده. بس كان عندي جردل كبير كده كنت جايبة فيه مخلِّل. فقُلت خلاص أنا هاحُط في الجردل بتاعي أهوّة، كان جردل كبير ما شاء الله، كان جاي فيه مش فاكرة هو كان جاي فيه مخلِّل والّا كان جاي فيه جبنة. المهم حطيت برضه فيه شنطة كيس كده، وبعد كده حطيت الفسيخ بتاعي بالشكل ده كده. وطبعًا لو عندِك أي حاجة تقيلة حطّيها فوق منّه، بحيث إن هو لمّا يتخلِّل ويبدأ يسرد المَيّة بتاعته ما يطيفش على الوش. وبعد كده بدأت إن أنا أغطّيه بالشكل ده كده. طبعًا أنا سِبت الكيس ما قفلتوش تاني، بحيث إن هو الغطا يبقى محبوك كويس جدًا بالشكل ده كده أهوّة. وهاسيبه بقى حوالي أسبوع، أنا سِبته قعد معايا بالضبط حوالي 8 أيام، يعني أنا مثلًا حدّقته يوم التلات اللي بعده فتحت عليه، وده كان شكله أهوّة. طبعًا أنا اتصدمت من النتيجة. طبعًا أنا كنت معترضة من الأول خالص إن أنا أعمله، وباقول له: "لأ ده صغير ومش هينفع ومش هيبقى حلو، هيبقى ناشف." المهم هو طلع ما شاء الله عليه كان زبدة أوي. كانت اللحمة بتاعته يعني تعتبر مفصّصة كده وحلوة. ولونه كان حلو أوي بسم الله ما شاء الله. وقدّمته كده مع خيار ومع طماطم ومع بصل ناشف ومع بطاطس، قليت معاه بطاطس، وكانت غدوة. وبألف هنا وشفا على قلبكم يا رب. ولو عجبِك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك.